في 21 يونيو 2001 يصحى العالم العربي على موت الفنانة المشهورة سعاد حسني، مرمية في ساحة ستيوارت تاور ومحدش يعرف هي ازاي اترمت كده. يحصل للجثمان تشريح علشان يتعرفوا هل ده كان قتل ولا انتحار، بس بعد كده تتحط في طيارة من لندن للقاهرة علشان يتم دفن أسطورة الفن المصري. دي قصة إنسان بتاعت النهاردة، قصة سعاد حسني. بس قبل ما نبدأ ونحكي القصة يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، تعملوا لنا لايك للفيديو علشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. 26 يناير 1943 في بولاق أبو العلا في القاهرة تخلف الست جوهرة محمد حسين من محمد حسني بنت اسمها سعاد حسني. كان الأب من أصول شامية، انتقل هو وعيلته 1912 للقاهرة مع أبوه حسين البابا، وكان الأب ده أساسا مطرب في دمشق. أما بقى سعاد حسني فكان أختها نجاة الصغيرة المغنية الكبيرة، وكمان عمها أنور البابا برضو كان مغني مشهور. أبوها بقى كان خطاط في المعهد الملكي للخط العربي في القاهرة، وكان بيحب الفن جدا، وكان عنده سعاد حسني، وكانت سعاد حسني هي العشرة من أصل 16 أخ وأخت. سعاد حسني ما دخلتش المدارس بس أخدت أسس القراية والكتابة، بس وهي صغيرة تقع على السلم ويحصل لها حاجة في العمود الفقري بتاعها، بس يعالجوه بالعلاج اللي كان متوفر في الوقت ده بس ما يكونش كافي لحالتها. المهم تروح سعاد حسني مع أمها بعد الطلاق الست جوهرة من محمد وتتجوز تاني من مفتش في وزارة المعارف اسمه عبد المنعم حافظ، وهناك بقى سعاد حسني يشوفها واحد اسمه عبد الرحمن الخميسي، وده كان كاتب مصري، وقال البنت دي هتبقى نجمة. شاركت من بعدها بقى في مسرحية هاملت لشكسبير، وكانت في دور حبيبة البطل اللي هي أوليفيا، وبعد كده هنري بركات ياخدها في فيلم حسن ونعيمة وتعمل دور البطولة ليها، وده يكون أساسا أول فيلم ليها. الإنتاج في الوقت ده كان خايف من إن اسمها الجديد محدش يعرفه، محدش يخش الفيلم ده، بس تجذب الانتباه كل الجمهور، ومن هنا تبدأ دخولها في عالم الفن وتقدم بقى أفلام كتيرة جدا. وكان أول أدوارها هي البنت الشقية المشاكسة في شهد حب، بعد كده 3 رجال وامرأة، بعد كده المال والنساء، بعد كده السفيرة عزيزة، السبع بنات، عائلة زيزي، صغيرة على الحب. بعد كده تروح بقى للأدوار المركبة، الأدوار اللي فيها أكتر من صفة والصفات دي بتكون متناقضة، ونوعية الأدوار دي ما بتكونش سهلة على أي ممثل، لازم يكون اتدرب كتير جدا. ونجحت سعاد حسني فيها زي اللي حصل في فيلم القاهرة 30، وكمان بئر الحرمان والغروب والشروق، وتعمل بقى مع رشدي أباظة أكتر من فيلم زي صغيرة على الحب، جناب السفير، الطريق، الساحرة الصغيرة، الحب الضائع، وحاجات كتيرة جدا. بس في السبعينات بقى تعمل خلي بالك من زوزو، تأليف صاحبها صلاح جاهين، وده كان 1972. وفي الأيام دي كان كل الشعب المصري كان عمال يعمل ثورات على السادات علشان يجبروا إن هو يعمل الحرب علشان يستعيد سينا. الفيلم كان ترفيهي، وبسبب كده حصل انتقادات كبيرة جدا على صلاح جاهين اللي كان بيكتب أغاني وطنية، فجأة يكتب أغنية بتقول يا واد يا تقيل. وهنا بالرغم من الانتقادات اللي اتعرض ليها صلاح جاهين، بس الفيلم ده يحقق أكتر إيرادات في السنة دي، ويتعرض 54 أسبوع كاملة، ويحقق إيرادات محدش يقدر بعدهم إن هو يحققها بعد سنين طويلة، وده يكون إثبات على قدرة سعاد حسني على تمثيل الأدوار الاستعراضية. بعد كده تدخل على حتة السايكو دراما مع فيلم أين عقلي وغيرهم من الأفلام الكتيرة. بعد كده تدخل فيلم الكرنك اللي يتمنع من العرض بسبب الرقابة، وده كان مع جوزها علي بدرخان، لأن هي كانت في الوقت ده في الأول خالص كانت متجوزة من عبد الحليم حافظ. وبعد كده وده اللي قاله شخصيا مفيد فوزي، بس بعد كده عبد الحليم حافظ ما كانش ينفع ان هو يعلن جوازه بيها، لان هو كان مغني معتمد على شعبيته، والشعبية دي اساسا مبنية على فكرة ان هو بيغني بالاحساس مش زي المغنيين اللي في الوقت ده، علشان كده هو هيخسر شعبيته ده في اعتقاده طبعا لو هو اعلن عن جوازه. وحصل الطلاق بعد 6 سنين. بعد بقى سنة من الطلاق من عبد الحليم تتجوز 1966 من صلاح كريم المخرج، وبعد كده يحصل طلاق بعديها بسنتين وتتجوز بقى علي بدرخان سنة 1970. تحمل منه كتير بس يحصل لها إجهاض، وبسبب الإجهاض المتكرر ده كانت بتحزن جدا لأن هي ما كانتش عارفة تخلف، بس تتطلق سنة 1981. وفي نفس السنة دي تتجوز زكي عبد الوهاب ابن ليلى مراد، بس ليلى مراد شافت ان فرق العمر ما بينه وما بين سعاد حسني كبير قوي، فعشان كده خلته يطلق سعاد حسني. وفي
وفي سنة 1987 تتجوز من ماهر عواد السيناريست وتفضل على ذمته لغاية ما تموت. تعمل بقى مع أحمد زكي شفيقة ومتولي سنة 1979، وتقدم برضو مع أحمد زكي مسلسل اسمه هو وهي، مسلسل تلفزيوني حقق نجاح كبير جدا في التلفزيون. بس وهي كانت بتصور المسلسل ده يحصل لها ألم كبير جدا في عمودها الفقري بسبب ان هي اجهدت نفسها في الفيلم اللي عملته قبل المسلسل اللي هو فيلم المتوحشة. الفيلم برضو كان فيلم استعراضي، بس يستمر الألم وهي تتعود عليه. بس في سنة 1991 وهي بتعمل الفيلم الراعي والنساء اللي هو آخر فيلم ليها، يجيلها وجع جامد ما يقدرش يخليها ان هي تمارس اي حاجة وما تقدرش ان هي تتعود عليه، فعشان كده تسافر على طول على فرنسا علشان تعمل عملية في عمودها الفقري. وبعد كده يجيلها العصب السابع بسبب الزعل لان هي شافت ان الاضواء بعدت عنها. وبعد كده تخضع للعلاج بالكورتيزون، والعلاج الكورتيزون ده يعمل لها تخن فتزداد الزعل عندها اكتر واكتر. غير كده كمان هي تنهار بموت امها وتوقف العلاج بالكورتيزون من غير الدكتور ما يقول لها، فيحصل لها انتكاسة مرضية فتضطر ان هي تسافر على لندن علشان تتعالج، وهيكون السفرية دي على نفقتها الخاصة بسبب ان الحكومة المصرية في الوقت ده رفضت ان هي تعالجها. وتروح هناك لندن وتبدأ فعلا تتعالج وتبدأ هناك تخس، بس تموت 26 يونيو 2001. وزي ما قلنا في الحادثة في الأول خالص في المقدمة، محدش يعرف هي انتحرت ولا اتقتلت. زي ما شفنا سعاد حسني كانت فنانة شاملة، بتغني بتمثل وكمان بتعمل استعراض، ومش بتمثل نوع واحد، لا دي بتمثل كل انواع الدراما، الكوميديا، التراجيديا والسايكودراما وحاجات كتيرة جدا. كل الالوان اللي تعملها تنجح فيها، ويبقى ليها 9 افلام زي فاتن حمامة تختارهم النقاد في افضل 100 فيلم في السينما المصرية. وكمان كده النقاد يقولوا عليها الممثلة اللي بتتكلم بعينيها، عشان هي كانت بتتقن جدا تعبيرات الوش علشان تكون اسطورة الفن المصري، بس تنهي مسيرتها بموتها في 2001. وبس كده خلصت الحلقة بتاعت النهاردة. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده يشجعنا. مع السلامة.